السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من مطبخ رجاله، احلى اكل في مصر. النهارده هنعمل فرخه وهنحشيها رز، نحطها في الفرن، الرز يستوي جواه حاجه كده. اولا اوعى تضرب لايك ولا تعمل شير ولا الكلام ده، صباعك يتعور. تعالوا كده لو انتم مهتمين تشوفوا هنعملها ازاي. اول حاجه هنعملها ان احنا هنجهز الرز هنعمله حاجه كده ايه، نص سوا. ولازم يبقى فيه بهارات كتير، يعني هننزل بالزيت مش كتير. وبعد كده البصل، نجيب حاجة نقلب بيها البصل حتت، مش مبشور ومش حتت كبيرة، عشان هيبقى جزء من التحبيشة اللي جوه الرز. وهننزل عليه بقى ايه، بملح فلفل اسود وكمون، البهارات الرئيسية بتاعتنا. ودي شوية زعتر ناشف، ولو في زعتر اخضر ماشي، ما يقولش لا، ويبقى حلو جدا. كمون. وعندي هنا ايه ليمونتين كده، ايه اللومي بتوع الكبسة، اللي هو الليمون الناشف ده، الفلفل الاسود هحطهم، مش هيخسروا معايا. وسنة قرفة، سن حاجة كده كأننا بنعمل كبسة. أنا طبعا ما بعملش كبسة، والرز بتاعنا احنا بنعمله بالرز المصري العادي اللي احنا عارفينه، مش هنعمل رز كبسة، يعني مش رز بسمتي. بعد كده بعد ما هنجيب نشوف في شوية القرفة اهو، هي ما لقيتش حبهان او الهيل اللي بيقولوا عليه. طبعا القرفة حاجة بسيطة قوي عشان ما تمررش. انتوا بقى وايه والنكهات، يعني هي عايزة شوية نكهات حلوة كده تشتغل معانا. عندي حتة فلفل اخضر حراق، دي انتوا مزاجكم. ممكن الريحة بدأت بم 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 بم. طبعا انا مش هخليه يدبل لما يحمر، هو بس ايه اللون يغير. هنيجي بعد كده هنجيب بقى ايه الرز بتاعنا. اتغسل واتهوى وتروق بالطريقه اللي احنا قلنا عليها زمان، ان احنا تن 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 تن. هاتوا شويه الرز الجايين دول طبعا كده ايه، هيجيبهمش اللي ايدينا. نركن على جنب، هندي تقريبا ونخلط كل اللعبه والحواديت دي مع بعض. وبعد كده ايه الميه السخنه. الميه السخنه يا دوبك تغطي، يعني انا مش هسويه، لكن انا هديله ربع سلقه، نص سلقه، زي ما تقولوا عليها يعني. هقلب. واعلي النار عشان تغلي.
طبعا المية دي مش هتساوي الرز ده خالص ولا هتعمل معاه اي حاجة، بس انا مش عايزه يستوي، هنسيبه خالص لغاية ما هنوطي النار كأني بسويه، وبعد كده هنبدأ بقى ايه نستعد، لان احنا نتقن هذا الكلام كله جوه الفرخة. انا كل ده بدور يا جماعة على غطا الحلة مش لاقيه. غطا الحلة كان معايا والله دلوقتي. لسه النار عالية قربت تشرب، هاجي شايله خالص على جنب. انا ما لحقتش اللي هي الحلة على فكرة، فبعد ما عملت كده وقلبت التقليبة الأولانية هزود له شوية مية وهحط على الآخر خالص وأغطيه. كده أنا ضمنت إن المية هتسخن فيه وهتغلي بسرعة ومش هيستوي، أنا مش عايزه يستوي. حطينا على الآخر خالص ونجيب الحلة ونغطي. هي بالظبط 5 دقايق هنفتح على الرز، شايفين كده، وهننقله يتهوى مش أكتر. فضينا الرز أهو، شايفين الدخان والبخار، اللون عمل ايه اهو، لسه ناشف سنه برضو بس الريحه ايه قصه. هنبدا بقى ايه نجيب الفرخه الجميله بتاعتنا. هوب اوعى وشك. الفرخه دي حوالي 1000 جرام، وهنبدا ان ايه نعبيها من جوه. طبعا هي سخنه، الرز انا احط سخن ليه عشان يسوي الفرخه من جوه، يعمل عمليه تسويه، لكن ممكن يتحط بارد ونسلق الفرخه. انا مش هسلقها، انا هحطها في الفرن تتشوي، احط تحتها حاجه تكون فيها ميه واحطها على الشبكه. نكبس كويس. مش باين كده؟ لا مش باين، يا نهار ابيض. نجيب دي هنا ودي هنا. شايفين اهو، نكبس خالص. بعد كده هنيجي ايه هنكتف الفرخه. تعال انت من بعيد كده، يلا يا يلا يا فرخه تكتفي. لسه في حته تاخد رز تاني. خلاص الرز بقى قرب يبرد السنه بايديا كده، وهبدا بقى ايه اقفل عليها. اتكتفت التكتيفه الحلوه بتاعتنا. انا هنا قطمت الدبوس وقطمت الدبوس ودخلتهم لجوه في الفرخه، وزي ما هي كده حاجه حاططها على شبكه الفرن، تحتها صينيه كبيره
الصينيه دي فيها ميه، والفرن يبقى عالي 180 والفرن عالي 200 اعلى حاجه. احط الفرخه واوطي عليها واسيبها تعيش حياتها ونبقى خلصنا. ناقص ان احنا نتفرج عليها ونشوفها. اوعى تدوس لايك، اوعى تدوس شير، صباعك هيوجعك. مستنيكم بعد ما نسوي الفرخه. فرخه شغاله درجه حراره 180. تعالوا نبص عليها هفرجها لكم وهي جوه الفرن. بلاش تعمل لايك، يلا بلاش. بسم الله ما شاء الله، صلوا على رسول الله. دي الفرخه، بصوا هنا، دي الصينيه اللي فيها الميه، ودي الرجل فلتت. بصوا دخلنا على الفرن. معلش قلقناك يا حاج. ها ايه رايكم؟ متستاهلش لايك صح؟ طبعا حد هيقول لي بقى ايه الالوان والكلام ده؟ لسه، لان احنا خلي بالكم احنا ما حطيناش فيها اي تتبيله. نقفل عليها بقى ايه ونسيبها تعيش حياتها، مش عايزين نقلقها تاني. دي الفرخه بقى، شايفين لونها عامل ازاي؟ ده اللون الطبيعي بقى بتاع الشوي من غير اي توابل، هتطلع طعمها جميل جدا ومقرمشه، يمكن عدمه شويه، ودي كل واحد بقى ايه والتوابل والبهارات اللي على مزاجه. ما تنسوش بقى لايك وشير طالما وصلنا للمرحله دي وخلصتوا الباقه بتاعتكم، فصلوا على رسول الله.